سنة 1956 الأسطورة ميخائيل تال بيلعب مباراة اتسجلت إنها أسرع مباراة اتلعبت في تاريخه ب 20 نقلة بس. فيلا بينا نشوف المباراة دي. ميخائيل تال هو اللي بالقطع السوداء بيلعب واحد اسمه يانوش وهو اللي بالقطع البيضاء. فيبدأ الأبيض يدي 4 يرد عليه ميخائيل تال ويطلع بالحصان في سي 6 وكده هيلعب كينجز انديا. يرد الأبيض ويطلع بالبيضاء في سي 4. بعد كده الأسود يروح مقدم البيضاء في جي 6. الأبيض يطلع بالحصان. ميخائيل تال يطلع بالفيل. الأبيض يروح مقدم البيضاء في الاي 4. فميخائيل تال يروح مقدم البيضاء في الدي 6 يمنع فكرة إن البيضاء ده يتقدم في الاي 5. فالابيض يرد عليه ويروح مقدم البيضاء في الاف 3. يرد ميخائيل تال ويحمي الملك بتاعه ويروح مبيت الابيض ينتشر بالفيل بتاعه في الاي 3. بعد كده الاسود يروح مقدم البيضاء في الاي 5. الابيض ينتشر بالحصان في الاي 2. بعد كده تال يروح مقدم البيضاء في السي 6. فالابيض يروح طالع بالوزير في البي 3. بعد كده تال يقرر ياكل البيضاء اللي موجود في الدي 4. بيهدد اللي هو ياكل الحصان او الفيل. فالابيض يرد عليه ويروح واكل البيضاء عن طريق الحصان. فيرد تال ويروح مقدم البيضاء في دي 5. الابيض يروح واكل بالبيضاء. الاسود يروح واكل بدأ ببدأ. وبعد كده الابيض ياكل بدأ ببدأ. فيرد تال في الموقف ده ويلعب اول نقله مجنونه ليه، وهي فعلا مجنونه علشان غلط، ويطلع بالحصان بتاعه في سي 6 ويضحي بيه. ليه نقله الحصان في سي 6 نقله غلط؟ علشان انت بتضحي بقطعه، دي اول حاجه، والهجوم اللي انت مخطط له الابيض يقدر يصده بكل سهوله. ففي الموقف ده الابيض اكل الحصان اللي ببلاش اللي موجود في سي 6. فتال رد عليه وراح لعب الطابيه بتاعته في الاي 8. عامل بن للفيل اللي موجود في الاي 3 ومهدد اللي هو ياكله. مهدد اللي هو ياكل الحصان اللي موجود في الدي 4 علشان انت ما تقدرش تاكل بالفيل بسبب البن اللي حاصل على الملك. كانت احسن نقله للابيض في الموقف ده ان هو يبيت، بس الابيض رد غلط بغلط وراح طلع بالملك بتاعه في الاف 2. ليه نقله الملك في الاف 2 نقله غلط؟ علشان كانت احسن نقله في الموقف ده اللي انت تبيت. تقول لي هنا طب احنا استفدنا ايه؟ احنا كده بنخسر الفيل اللي ببلاش اللي موجود في الاي 3، والاسود يقدر ياكله، ولو اكله ساعتها هنرد عليه ويروح واكلين البدأ اللي في البي 7. عاملين فورك للطابيه والفيل. احسن نقله ليك علشان البدأ ده ما يترقاش اللي انت تاكل البدأ ده عن طريق الفيل، وساعتها انا اكل بالوزير وكسبت قطعه في الوضعيه دي. بس هو بمجرد ما اتحرك بالملك بتاعه في الاف 2 ولعب النقله الغلط، يقرر تالي ان هو يعاقبه ويلعب اول نقله بريليانت موف ليه ويروح مضحي بالطابيه بتاعته وياكل الفيل اللي في الاي 3. ليه النقله دي بريليانت؟ عشان انت تقدر في الموقف ده تاكل الطابيه اللي موجوده في الاس 3، ولو اكلتها هرد عليك والعب الفيل بتاعي في الاتش 6. عامل تشيك للملك. هنا الملك قدامه 3 اماكن يقدر يتحرك فيهم. لو اتحرك هنا هيخسر بتشيك ميت بعد نقلتين. اول نقله اللي احنا ناكل الحصان عاملين تشيك للملك. يتحرك في اي مكان من ال3 اماكن دول هيخسر في تشيك ميت في نقله واحده بس. لو اتحرك هنا هيخسر بتشيك ميت نقله بالوزير في الدي 2. لو اتحرك هنا برضه نفس التشيك ميت بالوزير في الدي 2. لو اتحرك هنا هيخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الحصان في الاتش 5. تقول لي طيب هو مش هيتحرك هنا، هيتحرك هنا، ساعتها هتخسر الحصان اللي موجود في الدي 4. تقول لي طب ما انا اتحرك بالملك بتاعي في الدي 3 واحمي الحصان، ساعتها هيرد عليك ويروح واكل البيدق اللي في السي 6، وفي الخطوات الجايه يقدم البيدق في السي 5 ويكسب الحصان اللي موجود في الدي 4 بسبب البن اللي حاصل على الملك. بس الابيض في الوضعيه دي ما اكلش الطابيه اللي موجوده في الاي 3 وراح متحرك بالطابيه في الدي 1 علشان يحمي الحصان اللي في الدي 4. فيرد عليه تال في الموقف ده ويلعب تالت نقله مجنونه ليه بتاني نقله بريليانت ويروح مضحي بالحصان بتاعه في جي 4. عامل تشيك للملك. الملك هنا قدامه 3 حاجات يقدر يعملهم. قدامه ان هو ياكل الحصان عن طريق البيضه، قدامه ان هو يتحرك بالملك بتاعه في اي مكان من الاماكن دي، ولو اتحرك بالملك في اي مكان هيخسر بتشيك ميت. فمثلا هو لو اتحرك هنا ساعتها نرد عليه ونروح لاعبين الطابيه في دي 3. مهددينه اللي احنا نكسب بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الوزير او الفيل لما ناكل الحصان اللي في الدي 4. تقول لي هنا طب ما سهله، اروح انا واكل الطابيه واحمي الحصان، ساعتها ارد عليك واروح مضحي بالوزير بتاعي واكل الحصان اللي في الدي 4. عامل تشيك للملك. ما قدامكش اي حل تاني غير اللي انت تاكل بالطابيه وساعتها تخسر بتشيك ميت في نقله واحده بس عن طريق الفيل في الدي 4. المكان التاني اللي انت تقدر تتحرك فيه تقدر تتحرك بالملك في جي 3. ساعتها ارد عليك والعب الفيل بتاعي في الاي 5. عامل تشيك للملك. الملك ما قداموش غير حل واحد بس غير ان هو يتحرك في الاتش 3. ساعتها نلعب الحصان بتاعنا في الاف 2. عاملين تشيك ميت علشان هو ما يقدرش يتحرك في اي مكان بسبب الدبل تشيك وبسبب الفيل وبسبب الوزير. وده كان اول سبب من اسباب النقله دي بريليانت موف. تاني سبب اللي انا بتحرك بالحصان بتاعي علشان اوسع المجال للفيل علشان ياكل الحصان اللي موجود في الدي 4. فالابيض عارف ان هو لو اتحرك في اي مكان من الاماكن دي هيخسر بتشيك ميت، فهو قرر انه ياكل الحصان. ده رد عليه وراح اكل الحصان اللي موجود في الدي 4 عن طريق الفيل. هنا ايه الهدف من النقله دي؟ الهدف ان هو يكسب بتشيك ميت. فالابيض في الوضعيه دي احسن نقله ليه ان هو ياكل الفيل عن طريق الطابيه، عشان لو ما عملش ده هيخسر بتشيك ميت. فمثلا هو لو لعب اي حاجه زي ان هو يقدم البيضه بالشكل ده هنلعب الوزير في الاف 6. عاملين تشيك للملك.
الملك ما قداموش غير مكان واحد بس، ان هو يتحرك في جي 1. ساعتها نرد عليه وراح لاعبين الطابيه في الدي 3 عاملين تشيك بالفيل، ودي هتبقى تشيك ميت. وعلشان كده الابيض ما لعبش اي حاجه، وكان مجبر اللي هو ياكل الفيل اللي موجود في الدي 4. فرد تالو راح اكل الطابيه عن طريق الوزير، افكار تشيك ميت او لاسوأ الحالات ان هو يكسب الوزير اللي موجود في البي 3. فالابيض رد عليه ويروح لاعب الوزير في الدي 5. طالب تريد وزير قصاد وزير، بيكسر وزراء علشان يوقف الهجوم اللي عامله تال عليه. بس تال في الموقف ده يقرر ان هو يلعب تالت نقله بريليانت موف ليه، ويروح مضحي بالطابيه بتاعته ويلعبها في الاي 2. ليه نقلة الطابية في الاي 2 نقلة بريليانت موف؟ علشان هنا هو ما يقدرش ياكل ولا عن طريق الفيل ولا عن طريق الحصان بسبب الدبل تشيك اللي معمولة عن طريق الملك. فهو ما قداموش غير حاجتين، غير ان هو ياكل الطابية او يتحرك بالملك في اي حتة. ولو اتحرك بالملك في اي حتة يخسر بتشيك ميت بعد نقلة واحدة بس بالوزير في جي 4 محمي عن طريق الفيل. فالابيض عارف ده، فهو ما اتحركش في اي حتة وراح اكل الطابية اللي في الاي 2. وبكده احنا سحبنا الملك على المربعات البيضاء، فنقدر نعمل له تشيك بالفيل في جي 4. وتال عمل ده فعلا، راح لعب الفيل في جي 4 عامل تشيك للملك. الملك هنا ما يقدرش يتحرك في اي حته غير الاي 1، فيرد عليه تالو ويروح لاعب الطابيه بتاعته في الاي 8 عامل تشيك للملك. هنا الابيض قدامه حاجتين يقدر يعملهم، قدامه ان هو يغطي عن طريق الفيل، قدامه ان هو يغطي عن طريق الحصان. ولو غطى عن طريق الحصان فالوزير ده مش هيبقى محمي، فساعتها احنا هنكسب الوزير اللي في الدي 5. فيرد الابيض ويروح مغطي عن طريق الفيل، فيرد تال ويلعب نقله ما اتحسبتش انها بريليانت، ويروح مضحي بالطابيه بتاعته ويروح واكل الفيل الموجود في الاي 2 عامل تشيك للملك. الملك قدامه حاجتين يقدر يعملهم، قدامه ان هو يتحرك هنا علشان هو ما يقدرش ياكل الطابيه بسبب حمايه الفيل، او ان هو ياكل بالحصان. ولو اكل بالحصان فهو هيخسر الوزير الموجود في الدي 5. ولو هو قرر انه يتحرك بالملك في الاف 1 هيخسر بتشيك ميت بنقله واحده بس عن طريق الوزير في الاف 2. فالابيض عمل ايه في الموقف ده؟ الابيض اول لما شاف تضحيه الطابيه في الاي 2 قرر ان هو يستسلم. وبس كده احنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.